اوه، شكل المفاجأة كده قربت. شكل زيزو على ابواب الاهلي. دنيا قايمة مش قاعدة في الزمالك. ميدو بيقول لك انا هسلم زيزو للجمهور تسليم اهالي لو اتاكدت انه مضى الاهلي. كل المواقع والصحف طلعت النهارده اتكلمت ان زيزو مخلص في الاهلي رسمي، وان الراجل رفض القعده الاخيره اللي هتحصل بينه وبين مسؤول نادي الزمالك، وقال لهم انا جاي من جنوب افريقيا وما عيدتش وعايز اعيد مع اهلي والكلام ده كله. وطبعا الكلام ده خلى الاستاذ ميدو حنبوله زعلان وبيتنطط ويقول لك انا هسلمه من الجمهور وانا هجمده وانا والدنيا هناك قايمه مش قاعده. مفيش اخبار اكيده، مفيش حاجه على ارض الواقع. كل الناس بتتكلموا من مسؤولين النادي الاهلي بيقول لك ان مفيش حاجه، بس طبعا دي طبيعه النادي الاهلي وده طبيعه مسؤولين النادي الاهلي. دي حاجات يعني عادات في النادي الاهلي ما بتتغيرش. موضوع زيزو قاب قوسين او ادنى ان يكون انتهى حرفيا وفعليا للنادي الاهلي، بناء على كل المواقع وكل المسؤولين ولا حتى الناس اللي كانت موجوده امبارح مع ابراهيم فايق بتاكد ان زيزو بنسبه 90% في النادي الاهلي، وهتكون صفقه قويه جدا. وده المركز الوحيد اللي ناقص في النادي الاهلي عشان نخش كاس عالم انديه واحنا فول تيم. بالنسبه للمدرب بتاعنا في كلام كتير. النادي الاهلي هيدي المدرب بتاعنا فرصه المباراتين الجايين اللي هي مباراه الهلال السوداني ومباراه العوده اللي هتكون يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، ومباراه بيراميدز اللي هتكون بعدها في الدوري. اي نتيجه سلبيه في دول اظن هتكون الاطاحه، هي الاطاحه بكولر هي هو مصيره، ومفيش حاجه تانية هتقدر تفيده اكتر من كده. المباراه ان شاء الله هتكون يوم الثلاث الجاي. الحكم بيبر اتشو جابوني 32 سنه دولي. المباراه هتكون الساعه 9 مساء. دي حاجات كده بالنسبه للمباراه. الاهلي داخل في طاهر محمد طاهر جاهز جدا، كل اللعيبه جاهزه، كل الناس جاهزه، بس باستثناء كوكا وكريم فؤاد. الناس دي هي اللي مش جاهزه لا فنيا ولا بدنيا وعلى مستوى الاصابات كمان. بالنسبه للمباراه، المباراه هتكون الساعه 9. انا اظن هم هيلعبوها في موريتانيا او تقريبا هيلعبوها في موريتانيا. الناس الملعب اللي اختاروا نادي الهلال. المباراه هتكون الساعه 10. الحكم قلنا بيبر اشو الحكم الموريتاني في ملعب شيخه. المباراه هتكون هناك على نجيل صناعي، عشان كده النادي الاهلي هيتمرن اخر تمرينتين اللي كانت النهارده الصبح وامبارح على ملاعب النجيل الصناعي في فرع النادي الجديد في مدينه نصر عشان يتعودوا على الملعب اللي هناك. رامي ربيعه كمان جاله عرض كبير من بيراميدز وعنده عرض كبير من العين الاماراتي، بس رامي مستني التقدير اللي بيتكلم عنه من النادي الاهلي انهم يقدروه في عقده الجديد. الاهلي بيجهز بكل الطرق ان يشوف حل لازمه حمزه علاء. الناس كلها بتتكلم ان حمزه علاء مش عايز يجدد. حمزه علاء كان نزل بوست امبارح حمزه علاء حمزه علاء حمزه علاء. في كلام ان حمزه علاء جاي له عرض من بيراميدز، بيراميدز بيفاوض حمزه، بيراميدز بيفاوض ياسر، بيراميدز بيقدم عرض لرامي ربيعه. كلام كتير والف حاجه بتتكلم عن بيراميدز وعن تعاقداته مع اللعيبه وعن تفاوضه مع لعيبه النادي الاهلي. وهي دي الرياضه، دي حاجه ما تزعلش ان احنا في نفس الوقت وفي نفس المكان احنا برضو هنحاول ناخد الناس اللي احنا عايزينها اللي هو محمود صابر وابراهيم عادل، عشان الناس بس ما تقولكش ان هو ايه، ان كل واحد بيتكلم في الحاجه اللي تخصه بس. الموضوع قانون الرياضه الجديد ان هم عايزين يطبقوها 8 سنوات. طبعا الموضوع رئاسه الوزراء رفضته. انا مش فاهم ايه الفكره انك عايز تخلي رئيس نادي يقعد 8 سنين ولا يقعد 12؟ ما هي جمعيه عموميه وهي انتخابات. بس هو اللي يعني الفكره ما في راس وزير الرياضه الجديد اللي عليه غلط ولغط كبير جدا جدا جدا. عمر مرموش وما ادراك ما عمر مرموش وحاله عاملها في الدوري الانجليزي. عمر سجل المباراه الثالثه على التوالي هدف في ايفرتون كان سبب الفوز. عمر متالق بشكل كبير جدا وبنسبه كبيره كمان. عندنا نجمنا محمد صلاح هيفوز بالحذاء الذهبي السنه دي في الدوري الانجليزي، بان اصابه هالاند هتبعده نهايه الموسم. اصابه الراجل اللي هو كان ورا ورا هالاند كمان برضه 4 اسابيع، وكل اللي فاضل اصلا 9 جولات في الدوري الانجليزي. فكده الامور محسومه بنسبه كبيره كدوري او كحذاء ذهبي. دي كانت اخر واهم الاخبار الموجوده معانا النهارده. اخواتنا حبايبنا يدعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لعدد من الناس. سلام.